بعد تولي المدرب الجديد ياس سوروب المسؤولية، بدأ التركيز على تحديد احتياجات الفريق في فترة الانتقالات الشتوية القادمة يناير 2026. وقد دارت الأحاديث حوله. محمد عبد المنعم المعار ينظر إلى استعادة المدافع الدولي من نادي نيس الفرنسي كأولوية كبرى لتعزيز الخط الخلفي بعد تعافيه من إصابة الرباط الصليبي. هناك نية لبيعه أو إعارة المدافع المغربي أشرف داري لتفريغ مكان له. مهاجم صريح، تعويض وسام أبو علي. الفريق في حاجة لضم رأس حربة مميز لتعويض أي غيابات محتملة أو بيع المهاجم الأجنبي نجيك جراديشار الذي سيتم تقييمه من قبل المدرب الجديد. محمد مجدي أفشة. تتردد أنباء عن اقتراب اللاعب من مغادرة القلعة الحمراء في يناير 2026 بسبب خروجه من حسابات الجهاز الفني في الفترة الأخيرة. قرار سوروب حاسم. أكدت الإدارة أن المدرب الجديد ياس سوروب هو من سيحسم مصير الراحلين مثل أفشة، داري، وربما ديانج وعمر كمال، ومراكز التدعيم المطلوبة بشكل نهائي بعد تقييم جميع اللاعبين. وإذا تمت عملية البيع أو الإعارة، يتوقع أن يسعى الأهلي لضم لاعبين في المراكز التالية: رأس حربة صريح للتعويض في حال رحيم جيك جراديشار، أو لضمان وجود مهاجم سوبر يلائم خطط سوروب الهجومية. ظهير أيسر ليكون بديلا قويا لعلي معلول في حال رحيله المحتمل في نهاية الموسم، وتعويض تكرار إصابات محمد شكري